قائلا: أمي أمرتني بتطليق زوجتي، مع أن زوجتي صالحة، ولكن دوما تختلف مع أمي في الرأي في مسائل تافهة مثل نوع الطعام الذي سنطبخه ونحو ذلك، فأمرتني أمي بتطليقها. هل أطلق زوجتي؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كانت الزوجة على الدرجة من الصلاح كما ذكرت، وهذه الأمور التي تدب بين الناس لا تستدعي أن تطلق زوجتك، فأبقي على زوجتك وطيب خاطر والدتك بطيب الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطلق المرأة وتشتت الأسرة، وأن يضحى ببيت يدمر بيت، فهذا ليس من المعروف، والله تعالى أعلى وأعلم.